تعد شنو تقيمين دعوه على المالكي؟ انا اول الناس اقيم دعوه عن المالكي وعن كل فاسد بالدوله. بس جيب لي محكمة الشعب اللي أقدر أنا أقيم بها بطريقة سهلة، أقدر أدخل للمحكمة الاتحادية بمحكمة الساعة، مو مسافات كيلومترات لازم أمشي. إضافة إلى هذا لازم إلا محامي يدخل، المواطن ما إله حق يقيم شكوى، لازم والمحامي اللي يدخل لازم إلا هوية جيم، يعني من أرفع المحامين، أعلى درجة بالمحاماة. استيناء من تقول له ليش؟ يقول لك والله هذا قانون المحكمة الاتحادية المخالف، أساساً هذا مخالف القانون، أساساً هذا القانون مخالف، لأن من حق المحامي يدخل في أي مكان وبأي جهة طالما عنده صفة. حتى بالتحقيق المحامي من حقه أن يدخل في وقت التحقيق، من حقه يحضر التحقيق يفترض طيب المحامي. أنت خلي لي قانون المحكمة الاتحادية اللي يمنع الدخول للمحكمة الاتحادية ويمنع رفع الشكاوي ويعيقهم على اي اساس؟ هاي وحده. هذا القانون، هذا المحكمه الاتحاديه. هذا خلاص. نرجع للفقره الثانيه. من المفروض تاسس بصفتك اعلى رتبه بالقضاء، تاسس محكمه الشعب لرفع الدعوى للشعب. هسه هو يقول ممكن اي مواطن يروح يرفع دعوه. ست اسيل يقول شكلت محكمه النزاهه الان اللي هي راح تحاسب محكمة النزاهة بالخضراء شو يطبقون من شعب للخضراء واللصوص والمجرمين. هو من يقدر يطب للخضراء؟ النزاهة بالخضراء، من يطب للخضراء؟ محكمة النزاهة وين مقرها؟ بالخضراء، يعني مو بالساعة؟ من يقدر يدخل للخضراء؟ يعني انا رحت على قاضي، هسه يقول رئيس الوزراء يقول راح افتح المنطقة الخضراء، رحت انا على قاضي بالنزاهة قال لي لازم الشكوى عن طريق مكتب النزاهة، ومكتب النزاهة ينظر بيها وينقيها ويشوف مصداقيتها، يلا يحيلها إليه. هذا قاضي النزاهة. ووين مقره؟ بالخضراء. منو اللي يقدر من الشعب يدخل للخضراء؟ من هالناس البسطاء. طيب. ما اشوفهم المتظاهر كلهم اهل عقل وكلهم اهل دشادي. طيب هل الاصلاح